السلام عليكم متابعينا، اهلا بيكم في حلقه جديده من منوعات دينا. وحشتوني جدا جدا جدا. عيد فطر مبارك عليكم. زي ما انتم شايفين كده، انا قلت اعمل لكم بقى فلوق كده واخرجكم وافسحكم شويه. طبعا احنا كمصريين 95% مننا بنسافر الريف المصري علشان التجمعات العائليه، وخصوصا بتبقى في الاعياد. ما بنصدق ان احنا ناخد اجازة العيد علشان نتجمع كلنا كعائلات، نشوف اهالينا واخواتنا وعمامنا وخلاننا، كلنا بنتجمع في توقيت اللي هو العيد. بيبقى 95% من المصريين بيعملوا كده، فمش عارفة بقى ال5% بيعملوا ايه. فهنا كنا وصلنا هنا الريف المصري، هنا وصلنا هنا قوسنا، والجو كان جميل جدا. ويلا بينا بقى علشان نبدأ بتكبيرات العيد. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عايزه اقول لكم من فرحه العيد الناس كانت سهرانه. طبعا انتوا عارفين العيد الفطر بيبقى الناس بتبقى سهرانه، وخصوصا هنا لقيت ان يعني مش عارفه هنا في الجامع بداوا التكبيرات الساعه 5 الفجر. فانا قلت والله لا اصور لكم الساعه 5 بقى لحد ما بداوا بقى في الصلاه، والشمس كانت طلعت، الشروق كان طلع، والناس اهو كان داخلين الدور اللي فوق للسيدات، وتحت طبعا الرجال. فحبيت ان انا اصور لكم الجامع الجميل في وسط الزرع بقى والميه. طيب يا كوكي، انت لابسه كده عشان رايحه تصلي؟ يلا كل سنه وانت طيبه. قمر، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي هدوم العيد دي؟ كل سنة وانت طيبة. كل سنه وانت طيبه يا قلبي. دي هدوم العيد. دي هدوم العيد دي؟ اه. هتنزلي دلوقتي؟ اه. يلا قولي لهم كل سنه وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. ادي لهم بوسه بقى. بتعملي ايه؟ عايزة اغسل ايديا. خلصتي الازازه اصلا صح؟ اه خلصتها. وبهدلتي نفسك الرش الصابون ده. انا وهي. يلا كل سنه وانت طيبه. وانت طيبة يا فندم. يا فندم. القمح بقى طلع اهو. جاموسة بقى قاعدة اهي، نعيد عليها بقى تاكل جبرسين. بصوا بقى، انا جيت هنا بقى في الهدوء. فاكرين لما كنت في الشتاء، لما كنت مصوره لكم السنابل الخضراء؟ دلوقتي اللهم بارك بقيت صفرة اهي. بصوا بقى القمح الاصفر. بياخدوا بقى القمح يودوه بقى مكن، يدخلوا المكن ويطلعوا بقى ايه القمح، الحبوب بقى اللي هي بيقولوا عليها بليلة او غلة، وبعد كده يطحنوها يودوها بقى المصانع يعملوا بقى دقيق سبحان الله، سبحان الله بجد. عمار يا مصر. وفاكرين برضو لما كان في الشتاء برضو كنت جايبه لكم الشجر ده، شجر التوت. احنا دلوقتي في الربيع. عايزه اعرف بقى هل في ولا خلص، ان هي بيهزوه. تمام، انا هقرب لكم المسافه كده واشوف في توت ولا لا. بصوا في توت بس بسيط، يعني التوت بسيط يا جماعه. بص يعني انا شايفه في توت اهو، يعني حاسه ان هو مش جايب قوي، يعني مش بيطلع قوي. املا بقى ان هما يكون الناس كلته يعني. المفروض بقى يكون في دودة الأز عشان بياكل ورق التوت. والأز بقى ده، دودة الأز دي بتطلع حرير، فلو لقيتها هوريها لكم يعني. بيشمسوا البقر بقى، بيقول لك والجاموس لما بيتحط في الغيطان، واحنا دلوقتي في الربيع. يعني اللي انا بفهمه يعني المفروض البقر والجاموس اللي بيتحطوا في وسط الغيطان ما يتحبسوش.
بصوا يا جماعة، أجمل التجمعات العائلية في الريف المصري في العيد. ربنا يجمعهم على خير يا رب. بصوا تحس كده ببساطة وجميل بصراحة. كل سنة وانت طيب يا علي. عيد فطر سعيد عليك يا رب. فين العيدية بقى يا علي؟ شوفوا تديني عيدية. انت مش انا، انت كبرت ان انا اديك عيدية يا علي، انت اللي تديني العيدية يا علي. انا العادية. ايه؟ انا العادية. انت العيدية؟ متأكد؟ يا سلام. لا انا عايزة فلوس، متضحكش عليا. ان شاء الله. احنا دلوقتي متمشى اهو ورايحين ناحية شجر التوت اللي ما فيهاش توت اصلا. احساسك ايه بقى يا علي لما انت دخلت الجون وانا صرخت؟ طبعا الناس كلها سمعت صوتي. انت كان احساسك ايه وانت بتدخل الجون؟ لا إيه، لا ممكن توصف لي شعورك، بما ان المذيعين دايما الناس اللي بتوع الاعلام دول يقعدوا ويقولوا ادق التفاصيل، انت تقول لي ادق التفاصيل. انت كنت حاسس بايه؟ فرحان. ولا جالك اندهاش؟ ايه رد الفعل؟ رد الفعل لما انت شطت الكوره؟ اندهاش وفرحان. اتخضيت يعني؟ ما جاتش لحظه التصوير البطيء الانتهاش مع الفرحه، صح؟ ماشي، يا رب دايما كده عقبال ما تطلع كده المنتخب. انا وعلي اتمشينا كده ورحنا ناحيه الغيطان وحبينا نتصور بقى في وسط القمح، وكانت احلى صور، كانت جميله جدا. بصوا بقى، عيد صغير وعيد فطر يعني رنجة. طبعا بما اننا خارجين بقى من رمضان زهقانين من الاكل بقى، فده بقى عيش بقى بطاطي يا جماعه، عيش اللي هو البلدي. تمام. ماما ربنا يخليها لي يا رب، هي اللي عملتها، مامة جوزي. تمام. فبصل بقى ورنجة بقى، ويلا بقى عشان بصراحة الرنجة وحشتني قوي قوي قوي. بس الكوكي معاكي قط، ده ولد على فكرة. مش اه اسمه بسيوني. بسيوني مشمش. اسمه مش ولد لدرجة يوم موته. بصوا بقى، احنا النهارده تاني يوم عيد الفطر، النهارده الخميس. تمام. فانا بقى ماشيه في وسط الغله اللي هو القمح. مصر مشهوره بالموسم القمح. احنا في شهر دلوقتي، في شهر 4. موسم القمح بيحصدوه في شهر 4 تقريبا، في نص 4 او بس هو طلع خلاص اللهم بارك. في ناس بقى بياخدوه بقى ويبداوا بقى ايه، يطلعوا منه بقى ايه، حاجه اسمها غله او البليله مصر. بعد كده يبداوا يطحنوه، بعد كده يتحول لدقيق. فمصر من الدول المتقدمه في تصدير القمح وزراعه القمح في كل حته زي ما انتم شايفين كده. بصوا القمح، ارض كلها صفرة بجمال القمح. عايزه اقول لكم كمان حاجه، ان من عوائد والتقاليد في مصر، في الريف المصري اكتر، ان الناس بتروح تقريبا تاني يوم العيد بيزوروا المقابر. مع ان طبعا هو يعني من ناحيه دينيه غلط، عشان الدين بتبقى فرحه. العيد، انا اسفه، العيد فرحه. ف سبحان الله، يعني ديننا اليسر، دين اليسر ومفهوش زعل. فالمفروض ان احنا ما نزورش المقابر اصلا في العيد، لان احنا بنزعل. بس من العوائد والتقاليد في مصر ان هم لازم يروحوا يزوروا اهاليهم في المقابر، كانهم بيروحوا يعيدوا عليهم يعني. فانا كده متجهه ناحيه المقابر في وسط الغله وجمال الغله، اللي هي الغله الفلاحين بيقولوا عليها غله، اللي هو القمح يعني. بس هي طبعا اللهجه بتاعت الفلاحين بيقولوا عليها غله، اللي هو القمح. عمر يا مصر، ودايما كده يا رب تكون من الدول المتقدمه في زراعه القمح. يلا بينا بقى عشان احنا رايحين ناحيه المقابر. الله، بصوا النحل في المقابر يا جماعه. يلا ادعوا بقى لامواتنا واموات المسلمين، ويرحم اهل غزه يا رب، وينصرهم على من عاداهم، ولا حول ولا قوه الا بالله. كل سنه وانتم طيبين. كده خرجنا من المقابر وقرينا الفاتحه، وعيدت على حمايه وعلى اهل جوزي. يا ريت تدعوا لهم بالرحمه يا جماعه، ربنا يغفر لهم ويرفع درجاتهم، اللهم امين يا رب العالمين. انا عارفه ان ده غلط ان انا ازور حد في العيد، المقابر في العيد، بس دي عاده لازم نعملها في مصر. يلا كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على خير، ورب يكون الفيديو ده يكون خفيف على قلبكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.